احنا كديزاينرز النهارده لما بندخل اي فراغ بنقرر ان احنا نفرض اسلوبنا في تصميم المكان. البيبي بتاعنا النهارده شقه 200 متر، قررنا ان احنا نفتح المطبخ ونضم الليفينج بتاعها للريسبشن عشان نخلق فراغ كبير متمكن في كل الحلول بتاعته، عنده ستورج هايله ومنطقه كبيره جدا للاستقبال. استخدمنا في البيت الوان كلها وورم كولرز، كلها رايحه على الجراي ميكسنج مع البني والبيج. عملنا ارت وورك دخلنا فيها الجولد مع الجراي عشان تدي الفخامه المناسبه، لان احنا دايما بنحاول نخلق ديزاين شبه صاحب البيت. بالنسبه لللايتنج احنا استخدمنا حلول دايركت وحلول اندايركت. الحلول اندايركت كلها كانت في الكوف لايتس او بيوت النور اللي موجوده في الاسقف، بلس السبوت لايتس الدايركت، وكمان استخدمنا النجف او الدروب لايت يبقى موجود في كل فراغ عشان يوحده وعشان يقدر ينوره بشكل كامل اثناء التنظيف واثناء الاستخدام. حاولنا في الحمامات ان احنا نستخدم ماتيريالز تكون الكوست بتاعها مش عالي وفي نفس الوقت تدينا الافكت العالي اللي بيعمله الماربل والجرانيت والاونكس والخامات دي كلها، وقدرنا نخلق حمامات مختلفة بستايل مختلف وشكل يبقى جديد على صاحب المكان، وفي نفس الوقت يكون ماتشنج مع ديزاين البيت. في المطبخ قررنا ان احنا نعمل ايلاند في النص تبقى مفتوحة على السبيس. الايلاند دي بيبقى من ناحية الاستورج بتاعها موجود للتخزين، ومن الناحية التانية فيها اماكن ان احنا نقدر ان احنا نقعد فيها ونقدر نحضر وناكل ونستخدم المطبخ. بالنسبة للماستر بيدروم، التصميم الإنشائي لغرفة النوم ما كانش مهيأ إن هو يبقى مديني منطقة للدريسنج ومنطقة للحمام كاملة منفصلة، فاضطرينا إن احنا نعمل حل سحري إن احنا نعمل باب مخفي بيدخلني دايركت على منطقة الحمام، وفي نفس الوقت استغليت الفراغ بتاعي اللي هو كان عامل على شكل مستطيل إن أنا أخلق فيه كورنر يبقى للدريسنج، كورنر تاني يبقى للتسريحة، والكورنر التالت هيبقى فيه السرير بالتجليدة بتاعته اللي هي منطقة الويلنس أو منطقة الدفء، وده باين جدا في الديزاين بتاع الكابيتونيه اللي معمول في ظهر السرير. استخدمنا في الفرنتشر بيسز صغيرة والألوان بتاعتها كلها هادية على اوف وايت، واستخدمنا ده كمان كان واضح قوي في الدايننج تيبل اللي كانت بترد على الليفينج اريا وعلى الريسبشن اريا عشان يخلق جمل متكامله في الالوان تخدم كلها على بعضها وتعمل كونتراست في الالوان اكتر من رائع.